سنة 2003 بمدينة الفنيدق. متابعينا الكرام، هو المدينة والزمان، التاريخ والمكان اللي تنعطيه في بداية كل حلقة هو التاريخ الفعلي والمكان اللي وقعت فيه الجريمة. نقدروا نبداو في اطار السياق التاريخي بسنوات اخرى بمدن اخرى، ولكن راه كتبقى دائما السنه والمدينه اللي وقعت فيهم الجريمه هما اللي تنذكر في بدايه كل حلقه، تفاديا للالتباس، لان بعض الاخوان كيوقع لهم التباس، كيقول لك راه ما فهمتش، ذكرتي بزاف ديال المدن، واش في كذا واش في كذا. دائما انا غادي نبقى نذكر بهذه القضيه هذه لكي تعم الفائده، واقول دائما بان المكان والزمن الذي اذكره في بدايه كل حلقه هو المكان والزمن اللي وقعت فيه الجريمه. على اي كيف قلت سنه 2003 بمدينه الفنيدق، ولكن في اطار السياق التاريخي غادي نبداوها من مدينه تطوان. واحد البنت عايشه هي والام ديالها، عندها الاخ ديالها باقي صغير، تكون في العمر ديالو ديك 14 15 عام، ولكن البنت في عمرها ديك 21 سنه او 22 سنه بالاحرى. الام ديالهم خدامه عليهم، عندها شي بهيمات منهم باش تترزق الله، هما مصدر الرزق ديالها باش تتصرف على الوليد وهاد البنيه. الولد كيقرا والبنت ما تتقراش، جالسه غير في الدار. يتيمي الاب، ما عندهمش الاب ديالهم، الام اللي مكلفه بالحياه، الام هي المعين الوحيد ديالهم. كيف قلنا ساكنين في واحد الدوار في الباديه، حداهم شي جيران تما. هادوك الجيران واحد النهار جاو عندهم شي ضياف من مدينه الفنيدق. الولد اللي جا مع الضياف شاب، تكون في العمر ديالو ديك 30 سنه او ديك 28 29 سنه. شاف هاد البنت، بنت هاد السيده هادي اللي قلنا في عمرها 21 22 سنه، شافها وقالها لوالدي، قال لهم ودي راه هاد الجيران هادو اللي ساكنين حدا العائله ديالنا راه عندهم واحد البنت، راه هادي وكذا، وراه عجبتني وهادي. بالفعل والدي تما شافوا البنت عجبتهم، سولوا بحثوا عليها العائله اللي جاوا ضيفين عندهم، قال لك ودي ديك البنيه راه يتيمه وراه كبرت مع امها وراه ما تخرج فين، والله يعمرها دار ما عمرنا شفنا عليها ولا كذا ولا كذا ولا كذا. كانت كتقرا وخرجت عند اخوها هو اللي باقي تيقرا، عنده شي 14 و 15 عام. المهم هاد الناس هادو البنت عجبتهم، مشاو تكلموا مع الام ديالها، قالت لهم السيدي مرحبا بكم، واتفقوا على انهم غادي يعاودوا يرجعوا يديروا الخطبه الفعليه والرسميه. خطبوا البنت، توافقوا بيناتهم، داروا العقد، تزوجوا. الولد كيسكن في الفنيدق، مستقل على العائله ديالو، كيسكن في واحد الفيلا، هو موظف، الوالدين ساكنين بوحدهم وعنده الفيلا ديالو. لما تزوج بالبنت جابها سكنت معاه في هذيك الفيلا، دوزوا مع بعضياتهم واحد المده ديال سنتين او ربما اكثر بحسب ما جا في المسطره. وهاد المده هذه، طيله هاد المده ديال سنتين اللي دوزوا مع بعضياتهم، عاشوا فيها السعاده، عاشوا متفقين مع بعضهم، مفاهمين، ما خصهم خير، ولكن لم يرزقا بالولد، ما ولدوا لا ولد لا بنت. على اي واحد النهار هاد الزوجه هادي، هاد البنت قالت لي ودي، قالت لي انا دابا هنا جيت الفيلات، الدنيا راه خاويه وانا تنبقى بوحدي هنا بنهار، راني تنتخلع. قالت لي راه ما كاين حد وهادي الزوج قال لها واش شنو نجيب لك شي مراه اللي تساعدك، شي مراه اللي تونسك وتساعدك على الاشغال ديال هذا. قالت لي لا، قالت لي الخدامه ما تدخلش عندي للدار، ولكن قالت لي ودي انا هاد الشراجم هاد النوافذ هادو ودير لهم السياج ديال الحديد، هذوك الكرياجات ديال الحديد. قال لا واخا، طلبتها سهله. بالفعل داز شي مده قليله، جاب شي حداد تمايا وراه، قال لي ودير هاد النوافذ هادو راني بغيت ندير لهم السياج. قال لي واخا، وتفقوا على الثمن. وبالفعل السيد هاد الحداد هذا جاب معاه واحد الولد شاب، تكون في عمره ديك 24 25 سنه. جابو كيخدم هو وياه تما، خدموا النهار الاول والنهار الثاني، هما كيصاوبوا في السياج ديال النوافذ ديال الفيلا، النهار الاول والنهار الثاني والنهار الثالث. ولكن النهار الرابع لما جاو في الصباح في العشيه، الزوج جا من الخدمه لقاهم سالوا الخدمه ديالهم، قال لي مودي غدا بلا ما تجيو. قال لي راه غدا غادي نمشيو عند شي عائله غادي نشوفوهم، وما كاينش اللي غادي يفتح لكم هنايا الباب، اللهم غدا منكم بلا ما تجيو. بالفعل الغد لي ما جاوش، ولكن الزوج كذب على هاد الحداد هذا، قال لي ودي انا غدا غادي نسافروا، ولكن هما ما غاديش يسافروا، ما يمشيوش عند شي عائله، بل العائله ديالو هو، الام ديالو خواتاتو خوتو غيجيو عنده. ما عرفتش انا علاش كذب على الحداد، ولكن على اي
الغد ليه كيف قلنا جاو عنده العائله ديالو، خوتو خواتاتو، الاب ديالو الام ديالو، دوزو عنده داك النهار، تغداو عنده. هادي وصلت تقريبا ديك الخمسة او الخمسة ونص ديال العشيه، هو عنده الطوموبيل. وصل والديه وخوتو وخواتاتو، وصلهم للدار ديالهم. الزوجه بقات بوحدها في الدار، بحسب ما تيقول هو. قال ودي انا مشيت وصلت العائله ديالي، جاو عندي والدي وتغداو عندي، رجعت شنو غادي يلقى؟ لما رجع حط الطوموبيل، كيلقى الباب ديال الفيلا مفتوح. بان لي الباب ديال الفيلا مفتوح. قال انا لما خرجت سديت الباب، واش زعما الزوجه ديالي خرجت مورايا بقات واقفه عند الباب ديال الفيلا ونسات، دخلت ونساتو خلاتو مفتوح. انزل طلع كيلقى حتى الباب ديال الفيلا للفوق ديال الخشب مفتوح. عرف بانه كاينه شي حاجه، وبالفعل دخل ويلقى الزوجه ديالو مقتوله بعده طعنات في لاطيراز ديال الفيلا. السيد طبيعه الحال ردة الفعل ديالو راه غادا تكون الصدمه، ما غيعرفش شنو واقع، شنو كاين. واش كيتوقع بان الجاني ربما باقي متربص ليه تما في الفيلا. السيد ما زادش كمل الدخول ديالو للفيلا، خرج استنجد بعض الناس تما اللي اتصلوا بالبوليس، الحلوا بعين المكان، اش كاين ما كاين. قال لي ما ودي راه الزوجه ديالي راه مقتوله. دخلوا تمايا بحسب محضر المعاينه اللي داروا البوليس، داروا العناصر ديال الشرطه القضائيه، تبين بان هاد السيده هذه لابسه لباس ديال الدار، لابسه عادي، بيجامه ديالها، الشار داك الفولار ديال المنزل، ما لابساش شي لباس رسمي، تبين بانها كانت في الدار. الزوج قال مودي خليتها في الدار. عندها طعنات، 3 ديال الطعنات، عندها وحده في الصدر ديالها، عندها وحده في البطن ديالها، ووحده عندها هنا ورا العنق. كانوا طعنات قاتله، خاصه الضربه اللي تسددت على مستوى الصدر اللي نتج عنها بحسب ما غيصرح به الطبيب الشرعي لاحقا. قال لي مودي تقطعوا لها الشرايين، كان نزيف، كان طبيعي انها غادا تموت. ما لقاوش تما شي اثار الكسر في الابواب، ما لقاوش شي حاجه اللي تسرقات. الزوج كيقول ودي انا لما جيت لقيت البيبان مفتوحين، هذا الباب ديال برا ديال الحديد، وحتى الباب ديال الخشب بقيتهم مفتوحين. هذه كانت نقطه. ولغز محير في هذه القضيه هذه. واش شي حد جا عند الزوجه فتحت لي الباب، او لا هذا شي حد عنده المفاتيح؟ الله اعلم. الزوج قالوا لي شوف عفاك، واش تسرقت شي حاجه هنا، واش كذا واش كذا. السيد مشى للمكان اللي تيحطوا فيه داكشي ديالهم، فلوسهم وذهبهم وداك التخربيق. قال لك اودي راه ما تسرقت حتى شي حاجه، بل حتى بحسب المعاينات اللي داروا البوليس في الفيلا بان ليهم بانه ما كاينش شي روينه، شي حاجه اللي ما مرتباش، شي حاجه اللي مكسره، شي حاجه اللي كتوحي بانه راه كانت شي حاجه ماشي طبيعيه هنا، ما كاينش نهائيا. البوليس قالوا واش هذا اللي جا باش يقتل الزوجه وخرج مشى في حاله، ما عندوش غرض بسرقه ولا ما عندوش شي غرض اخر، عنده غرض في القتل ديال هاد السيده، قتلها وزاد. الله اعلم. الزوج قالوا لي فين كنتي انت؟ قال لي مودي راه كان عندنا شي عائله وراه تغداو عندنا. قال لي من العائله الوالدين ديالي كانوا عندنا، تغداو عندي وخواتاتي، وهذا من وصلت تقريبا ديك 5:30 او قرابه 6 هزيت طوموبيل ووصلتهم. لما رجعت بغيت ندخل كنلقى البيبان مفتوحين، دخلت كنلقى الزوجه ديالي. قالوا لي شحال ديال الوقت، شحال ديال المده بالضبط ديال بانك هزيتي والديك ديتيهم ورجعتي؟ وقال لي ما سيدي راه تكون تقريبا شي نص ساعه ولا شي 40 دقيقه بحسب ما تيقول هو. اذا هاد نص ساعه ولا 40 دقيقه اللي خرج منها الزوج من الفيلا مشى وصل العائله ديالو، في هاد الفتره هادي وقع اللي وقع، تقتلت الزوجه ديالو. كيف قلنا حتى حاجه ما تسرقات. واش الزوجه جا دق عليها شي حد كتعرفوا؟ قالوا لي شكون كيجي عندكم؟ قال لي مودي اللي كيجيو عندي هما العائله ديالي، هما اللي كانوا عندي اليوم. قال لي كان عندي خويا وجوج ديال خواتاتي والوالد والوالده. قال لهم انا فاش بغاو يجيو عندي مشيت جبتهم بالطوموبيل، ولما بغاو يمشيو في حالهم وصلتهم، وراه تغداو عنده. بالفعل دخلوا البوليس تما لهذاك المطبخ، لقاو ما يفيد بانه كان شي وليمه تمايا، كانت شي عراضه عندهم، كانوا عندهم الضياف. اذا شكون هذا القاتل؟ حتى حاجه ما تسرقات. اذا هذا عنده عداوه مع الزوجه، اللي جا سرق عنده عداوه مع الزوجه. شكون هو؟ الله اعلم. هو قال لي مودي الزوجه ديالي راه ماشي من هنا، الزوجه ديالي راه تزوجت بها دابا تقريبا واحد العامين او ما يزيدوا عنها، من مدينه تطوان. على اي تم نقل الجثه المستودع الاموات. خبرت النيابه العامه كذلك بالامر. الناس ديال مسرح الجريمه او الناس ديال التشخيص القضائي انذاك داروا العمل ديالهم تما، خداو شي بصمات من هنا من هنا من هنا،
مشاو في حالياتهم. الزوج حتى هو مشى معاهم باش يدلي بالاقوال ديالو، ولكن الزوج الاقوال اللي قال بعين المكان هي الاقوال اللي غادي تتحرر في المحضر الرسمي، هي نفس الكلام اللي عاود قال. انا جاو عندي العائله ديالي ووصلتهم وخليت الزوجه ديالي بوحده في الدار، العائله ديالو حتى هما جاو تما دلاو بالاقوال ديالهم. قال لك اودي حنا تغدينا عندهم. ايوا هاد السيد هذا جيتو عنده بشي طوموبيل، قال لك لا سيدي حنا كنا جايين عنده وهو جابنا، جهزنا بالطوموبيل دانا الفيلا ديالو، ولما تغدينا عنده دوزنا عندهم واحد القياس وضحكنا وهادي عاود وصلنا ثاني بالطوموبيل. شكون نتوما كنتو؟ قال لك اودي كنا حنا عنده الوالدين ديالو وجوج ديال خواتاتو والاخ ديالو، دوزنا عنده هذاك القيد تقريبا داك نص نهار، ضحكنا فيه كلينا شربنا هادي وصلنا. ايوا الزوجه ديالو بقات في الدار، قال لك بقات في الدار، يعني نفس الاقوال اللي تيقول الزوج تيقولوها الوالدين ديالو. واش حنا نقدروا نقولوا بان الزوجه هذا اللي قتلها عندها شي تصفيه حسابات معاه، جا باش يصفي الحسابات معاها، او ربما شي عداوه قديمه، او ربما الله اعلم. علاش؟ لان البوليس هنا ما بغاوش يخرجوا من هذيك الدائره ديال انه كاين شي حقد دافين على الضحيه، بدليل ما كاينش السرقه، ما تسرقات حتى حاجه من الدار. الزوج قال ودي عندنا الذهب وعندنا الفلوس وعندي شي وثائق خاصه خازنها هو بشكل دقيق في واحد المكان، ولكن لقاو حتى حاجه ما تسرقات من تما. كذلك هذا اللي دخل قتل هاد السيده هذه، اما عنده المفاتيح او عنده صله قرابه بالضحيه، ربما فتحت لي الباب، او لربما الزوج لما خرج خلى الباب مفتوح، الله اعلم. المهم كاين شي حاجه ما تفهماتش في هذه القضيه هذه. بحثوا وعمقوا البحث مع كل واحد. جات الام ديال الزوجه، وهنا غتبان اول مره غادا تبان واحد البيست. الام ديال الزوجه قالت لي مودي بحسب ما قلتوا لي نتوما، الا كانت شي تصفيه حسابات او شي عداوه او شي حد حاقد على بنتي، فراه كاين واحد خينا كيسكن في الدوار ديالنا. كيفاش هاد خينا؟ قالت لك اودي راه كان بغى يخطب البنت ديالي، انا بغيت نعطيها ليهم وهما والديه مزيانين، هو تا هو مزيان، ولكن البنت ما بغاتوش وما بغاتش تتزوج به. قالت لك اودي راه جا خطب ماشي غير مره، ماشي جوج، ماشي ثلاثه، قالت لك جاب الناس، ولكن انا ما بيدي حيله، البنت ما بغاتوش. كانت دارت الهضره تمايا شي وقيته، قال لهم غنقتلها. شحال دابا ديال الوقت؟ وقالت لي ما سيدي البنت دابا راه في عمرها 21 22 عام. هاد الكلام اللي تنقول لكم راه لما كانت في عمرها 17 او 18 عام كان كيقول هاد الهضره هادي. قالت لهم لدرجه ان والديه ولا حتى هو لحدود الساعه ما تيهضروش معايا، كيدوزوا من حدايا ما تيتكلموا معايا، ما تنتكلم معاهم. وهاد الهضره هادي كان كيقولها، قال لي انا غادي نقتلها كذا. هو لما تيشرب كيبدا يهدد. وهاد الهضره وصلتني والناس شهدوا بها. قال لك ودي حضي راسك وحضي بنتك، راه فلان راه كذا. مزيان. الام جبدات ليهم وعطات البوليس بيست. مشاو جابوا الخينا هذا، مشاو جابوه. لقاو شاب اجي شويه في العمر، يعني في هذا السن ديال الزواج، تكون في العمر ديالو ديك 38 سنه، خدام فلاح، ما مزوج، ما عنده ولاد، ساكن مع الوالدين ديالو. سولو قالوا لي ودي هاد البنت هادي فاش خطبتيها؟ قال لي ودي فاش خطبتها، ولكن راه في سنه كذا. قال لي راه يمكن في 99 او في بدايه الالفينات فاش خطبتها. ايوا ما تزوجتيش بها؟ قال لي ودي الام ديالها ما بغاتش وهذه وهي حتى هي ما بغاتش، والدي حتى هما قال لك ودي بالفعل راه ديك البنت راه حنا. قال لي ودي ديك البنت راه حنا لقيناها مقتوله في الفيلا ديال الزوج ديالها بمدينه الفنيدق. خداو معاهم هاد الولد هذا، قالوا لي غادي تمشي معنا. الولد قال لي ودي انا ما بيني وبين هذيك السيده غير خير والاحسان، انا نسيت هذيك البنت، انا واخا ما تزوجش وداك الشيء. قالوا لي ولكن انت كنتي كتهدد بالقتل ديالها لما ما بغاش يزوجوها لك، قلتي للناس بانك غادي تقتلها قال لي ودي انا هذا الكلام اللي كتقولوا لي ديال انني كنت كنهدد، انا ما عمرني قلته وانا في حاله وعي. قال لي لا ربما سكرت ولا هذا. قالوا لي ودي بحال قلتي في حاله وعي او لا وعي، تعالى داو معاهم. هذيك السيده اللي هي ام الضحيه قالوا لها شوفي لاله انت ما عمرك سمعتي قال هذا الكلام؟ قالت لهم لا. قالوا لها شكون سمعتي كيقولها؟ قالت لهم سيدي راه فلانه وفلان كل الناس هادو جاو عندي قالوا لي حضي راسك وحضي بنتك. هادوك الناس بحثوا معاهم البوليس، تبين بانهم بالفعل هاد الهضره كانت في هذيك الوقيته، ان هذا الولد هذا كان كيسكر كيقول لهم انا غادي نقتلها، انا غندير ليها هي وامها وكذا، انا غادي نخويهم الدوار. هاد الهضره دارت والناس شهدوا بها.
السيد وقفوا معاه عند الحد ديالو، فين كنتي هذيك الليله، فين كنتي هذاك النهار، كذا كذا. تبين بان الولد بحسب ما صرح لهم قال لهم ودي انا ضل في الفلاحه ديالي، انا عندي الدجاج تنبيع الدجاج، عندي واحد الصديق ديالي مشروك انا وياه، كنت انا وياه كنبيعو نشريو. هذاك الصديق ديالو بالفعل اكد لهم قال لهم ودي هذاك النهار بالضبط ضلينا تنبيعو نشريو، وها الناس اللي بعنا وشرينا معاهم وبحثوا عمقوا البحث في القضيه وجابوا هذوك الناس اللي شراو من عندهم. قال لك ودي حنا جينا لهذا المكان هذا، لهذه الارض اللي تيبيع فيها السيد الدجاج هو الصديق ديالو، حنا بقينا تنشريو من عندهم وضلينا معاهم وشربنا معاهم اتاي هذيك العشيه. معاش تقريبا قال لك ودي راه ما بين تقريبا 2 ديال العشيه حتى شي 7 وحنا معاهم هنايا. وصاحبو قال لك ودي حنا ديك العشيه كان عندنا شي دجاج، حنا الدجاج تربيوه 3 شهور وتنعاودوا نبيعوه، نربيو الدجاج اخر وصل 3 شهور كنعاودوا نبيعوه. قال لك هذاك النهار بعنا كلشي الدجاج كامل، بعنا كاع الناس اللي تنبيعوا نشريو معاهم جاو عندنا هذاك النهار بعناه اليوم. تبين بان الولد كان تما، الضحيه تقتلات ما بين ما خرج الزوج ديالها وصل العائله ديالو ورجع تقريبا شي 40 دقيقه او نص ساعه بحسب ما تيعبر به هو، بحسب ما كيصرح به، تقريبا ما بين 5 و6 ديال العشيه. فهاد الوقيته هاد الولد هذا والدوار ديالهم كان في المحل ديالهم، كان في الارض ديالهم مع الصديق ديالو، والناس شهدوا بهذا الشيء هذا، حتى والديه شهدوا بهذه الهضره هذه. هو كيقول انا ما عمرني هددت، ولا كنت هددت انا راه ما عاقلش، كنكون في حاله السكر وكذا وكذا. دست البيست خاويه. الزوج هنا صرح لهم لما قالوا لي ودي شوف اي حاجه اي نقطه بتبان لك صغيره كبيره عاود لينا شكون كيدخل عندك الفيلا، شكون كذا شكون كذا. قال لي مودي، قال لهم انا راه تيدخل عندي المعلم اللي تيصايب لي الكرياجات ديال الحديد، قال لي راه باقي الخدمه ديالو باقي ما كملهاش. قال لي راه كيجي هو واحد الولد، وقال لي مودي وحاجه اخرى شار ليها، قال لي انا تنظن انا تنشك في واحد السيد. شكون هو السيد؟ قال لي هذاك السيد مداعي انا وياه على قبل واحد العقار، والوثائق ديال هذاك العقار عندي في الفيلا، لربما جا بغى يسرق هذوك الوثائق وربما قلب وما لقاهمش. ولكن البوليس لما دخلوا للفيلا كيف قلت بحسب محضر المعاينه ما لقاوش شي حاجه اللي تدل بان راه كان شي حد تيبحث على شي حاجه، ما لقاو لا اثر الكسر، هذوك الابواب ديال الخزانات او المريوات مسدودين بالساروت وتا حاجه ما تسرقات. بالفعل تبين بان الفلوس والذهب ديال هاد الناس هادو الوثائق ديالهم مخزونين بواحد الشكل دقيق بواحد الشكل سري، ولكن تبين بان حتى شي حد هذا اللي دخل ما دخلش على ود السرقه تمايا، ما دخلش باش يسرق، بدليل ان كل شيء يبدو على احسن ما يرام، ما كاينش اثر الكسر، ما كاينش اثر الروينه، ما كاينش اثر شي حاجه اللي ما مرتباش، كل شيء مرتب وكل شيء على احسن ما يرام كيف قلنا. لكن هنا لابد في اطار توسيع دائره البحث كيخصهم يجيبوا هذا السيد هذا اللي كيقول انا منازع معاه على ود عقار، وانا ربحته في هذا العقار، والوثائق ديال هذاك العقار عندي، وهو اللي خد هاد الوثائق هادو يقدر يدور القضيه ويقلب الملف. قال له ربما جا باش يسرقوا مني، يبقى متربص وكذا وكذا. ولكن راه غتبقى دائما ديك النقطه ديال انه ما حتى حاجه ما تسرقاتش، بل ما كايناش حتى المحاوله ديال السرقه، ما كايناش. زيد على ذلك ان المفاتيح هذا اللي دخل كانوا عنده مفاتيح، او ربما عنده صله قرابه بالزوجه، بدليل ان فتحت لي الباب ودخل عندها ربما تما، او لا عنده المفاتيح دخل تما وفتح البيبان دخل قتلها، الله اعلم. ولكن جابوا هذا السيد هذا اللي تيقول انا منازل مع العقار، وجابوا حتى هذاك السيد اللي الحداد وهذاك الولد اللي معاه، جابوهم بحثوا مع هذا السيد هذا اللي منازل مع العقار. قال لهم ودي بالفعل تنازعت مع على شي عقار وربحني وبصحته. قال لهم انا خديت حقي، المحكمه عطاتني الحق ديالي، هو خدا العقار مقابل انه غادي يسلمني واحد المبلغ ديال المال. قال لي المحكمه حنا تنثقوا في العدل ديالنا. قال لهم علاش انا غادي نمشي نسرق الوثائق وعلاش 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 وعلاش. قال لهم انا سرقت هاد الوثائق باش غينفعوني، ولكن الزوج كيقول الا سرق لي الوثائق يقدر يقلب الملف. قال لا سيدي انا ما عندي حتى شي علاقه بهذا الشيء هذا. عمقوا مع البحث تبين بانه ما عنده حتى شي علاقه. لكن الحداد هذا الرجل الكبير كيقول ودي انا بالفعل جاء عندي السيد هذا، اتفقت انا وياه على الخدمه، وراني الخدمه فين غنخدم وكذا كذا، اتفقت انا وياه على الثمن، وخدمت عنده النهار الاول والثاني وربما الثالث والنهار الرابع. لما سالينا الخدمه في عشيه قال لي ودي غدا بلا ما تجي راه غادي نسافروا. ولكن الزوج هنا قالوا لي واش قلتي لي هذا الكلام؟ قال لي سيدي بالفعل قلت للحداده ودي بلا ما تجي غدا، راني غدا غادي نسافر عند شي عائله. علاش قلتي لي غادي نسافر عند شي عائله؟
وعلاش ما قلتيش لي بان راه غتجي عندي شي؟ قال لي مودي راه انا والزوجه ديالي هذيك الساعه كنا متفقين حنا اللي غادي نمشيو عند الوالدين ديالي. قال لهم ولكن من بعد صدقنا الوالدين ديالي هما اللي جايين عندي. الزوج كيبان الحدود الساعه كيبان حتى هو ما مرتبش الامور ديالو واخا، ولكن هذاك الولد اللي مع الحداد ما جاش. هذيك اللحظه لما استدعوا الحداد ما جاش معاه. قالوا علاش ما جا؟ قال لي مودي راه دز عنده للدار ديالو ما لقيتوش. عاودوا استدعوه ما جاش، هما يخرجوا ليه البوليس. مشاو جابوا الولد، جابوا الكوميس. قالوا لي حنا استدعيناك علاش ما جيتيش؟ قال لي مودي خفت وهادي وكذا. مناش خفتي؟ قال لي مودي انا راه تنخاف من الجدرميه وتنخاف من البوليس وما تنبغيش نوصل انا لهاد الاماكن وهادي. من حقك تخاف، من حقك تخاف او ما تخافش، داكشي تيبقى شخصي ديالك، ولكن حنا استدعيناك لازم تجي عندنا والا راه غادي نجيو عندك. شي حاجه اللي اوبليغاتوارمون انك تحضر، راه خصك تحضر. ما كاينش كنخاف ولا ما تنخافش. وهنا الولد بداو تيبحثوا معاه. فين كنتي داك النهار؟ قال لي مودي انا راه كنخدم مع المعلم ديالي وداك النهار سالينا الخدمه. قال لي نازل مول الدار. قال لك اودي راه ما غاديش نكون بلا ما تجيو. قال لك انا ضليتي في الدار ما خرجتيش من الدار. قال لك لا ما خرجتش من الدار تقريبا، بقيت ناعس معطل هذيك الليله اللي سالينا الخدمه، وفقت الغد لي مع شي الوحده ديال النهار. قال لهم وتغديت وبقيت جالس مع الوالده ديالي والعائله. قال لهم حتى شي 4 أو 4 ونص خرج درت واحد القهوه تما حدا الدار. ايوا شحال وانت في ديك القهوه؟ قال لي ودي راه بقيت جالس مع واحد الصديق ديالي شي ساعتين بحال هكاك، يعني من 4 ونص حتى ل 6 ونص. قال لي تقريبا فات التوقيت هذا. من بعد فين مشيتي؟ قال لي رجعت للدار. مزيان. ها البرلمان اليومي اللي عطاه هذا الولد تسجل. كيقول انا داك الليله اللي سالينا الخدمه نعست معطل مع شفاق مع الوحده. لما فاق تغدى مع العائله ديالو حتى 4 ونص بحسب ما قال هو. خرج دار شي قهوه مع الصديق ديالو، بقاو في قهوه شي ساعتين وما يزيدوا عنها. مزيان. رجعوا مشاو للدار ديالهم، خلاو هو تمايا. لان هاد القضيه ديال انا تنخاف من الجدرميه، تنخاف من البوليس، استدعوا المره الاولى المره الثانيه، وكاشاره اللي مشار ليها هنايا اونتر بارونتيز. المحرر المسطري كيقول لك اودي حنا لما هاد الولد هذا استدعيناه وما بغاش يجي ومشينا باش نجيبوه، تصادفنا معاه في الدار ديالهم، وكيقول بانه اشاره منه انه الولد ما لقاوش هذيك الساعه في الدار. ما عمرهم كانوا غادي يلقاو عليه القبض. وحنا جايين الهضره علاش الولد كان كيتحيل الفرصه يخرج من الدار هذيك اللحظه لما جاو البوليس. هادشي بحسب الملاحظات ديال البوليس، لان البوليس كيمشي ماشي كيبقى مستوه، كيبقى تيلاحظ. على اي مشاو مع الدار ديالهم، سولوا الام ديالو علاش دخل هاد الولد هذا ديك الليله. قالت لهم ودي راه قال لي امي راه غدا راه ما غاديش نخدموا، راه المعلم ديالي قال لي هذاك السيد اللي خدام عنده قال لي غدا بلا ما تجيو، قال لها غادي نرتاح شويه. ايوا معاش فاق. قالت لي سيدي راه نعس معطل، دخل الدار معطل هذيك الليله ومعاش دخل الدار. قالت لي سيدي دخلت شي 12 ديال الليل او وحده الليل او الجوج، ما عقلتش بالضبط. المهم بقى ناعس الغد ليه اللي غتوقع فيه الجريمه. فاق حتى الوحده بحسب ما قال هو، واكدتها الام. قالت له ودي راه فاق مع شي الوحده. واش دار؟ قالت لك تغدى ومعاش خرج. قالت لك تقريبا ديك 3 و 4 خرج مابقاش رجع. معاش عاود رجع. قالت لك سيدي رجع معطل معاش تقريبا. وقالت لي ما عرفتش بالضبط، المهم تكون 10 ل 11. المهم بقينا حنا تعشينا تسنينا حتى جا. كنا كنتسناو فيه باش نتعشاو معاه، ولكن هو لما تعطل تعشيت انا وباه وخوتو وخلينا ليه حقه. الولد دخل معطل كيقول انا جلست مع صاحبي في القهوه. قالوا لي انت كتقول بانه رجعتي للدار مع السونس لما ساليتي القهوه مع صاحبك. الام ديالك كتقول ودي تسناوك العشاء ما جيتيش، فاتت 10 وفاتت 10 ونص. هذه النقطه الاولى. قال لي محق انا ما عقلتش وانا كذا وانا كذا. قالوا لي غتورينا هاد صاحبك اللي جلستي معاه في القهوه. بالفعل وراهم واحد صاحبه. هذاك صاحبه قال لي مودي ما قالوش لي البوليس واش جلستي مع صاحبك في القهوه. قالوا لي فين كنتي مع صاحبك البارح؟ قال لي ما كنتش معاه. الولد تا هو تالف. قال لي ما كنتش معاه، ما شفتوش انا نهار كامل البارح. قالوا لي هو تيقول بلي كنتي انت وياه ومشيتي انت وياه وكذا وكذا. قال لهم لا ما مشيتش انا، مشى هو. كيفاش مشى هو؟ قال لي سيدي ما كنتش انا وياه، هو تيقول راك كنتي جالس وياه في قهوه. عاد الولد استوعى قال لهم راه كنت جالس انا وياه في القهوه. هذه كانت من الملاحظات اللي لاحظوها البوليس لما جاو عنده. قالوا ليه انت فين كنتي معاه؟ قال انا ما شفتوش البارح، مشيتي. قالوا هو راه قال لك راه مشيتي معاه. قال لهم لا ما مشيتش معاه، هو اللي مشى. لما قالوا ليه القهوه
قال لي محققت معاه في القهوه. قالوا لي تعال ولدي، داو معاه، داوهم هما بجوج الكوميساريه، بحثوا معاه، معمقوا معاه البحث. الولد كيقولوا لي انت كتكذب، كتقول بانه لما ساليتي الخدمه مع المعلم ديالك مشيتي للدار وبالفعل نعستي معطل وفقتي معطل، ولكن الام ديالك كتقول ودي بانك رجعتي معطل هذيك الليله اللي وقعت فيها هذيك الجريمه، وانت قلتي بانه ساليتي القهوه ديالك مع صاحبك، دخلت للدار صاحبو قالوا ليه معاش تقهويتو، قال لي مع الجوج. بجوج ديالاش؟ قال لي من جوج ديال النهار. تبين بان الولد تا هو تيكذب، يعني شي حاجه بسمى ماشي هي هذيك، ما مرتبينش الامور ديالهم. جوج ديال النهار الولد كيقول انا كنت باقي في الدار، خرجت انا حتى شي 3 او 4 ونص، والام ديالو كتقول لك ودي حتى شي 3 و 4 خرج هو من الدار تغداو خرج، انت كتقول انا ايوا ومع مع السته فين كنتي انت؟ قال لي كنت في الدار ديالنا. وصاحبه اللي مع المعلم قال لي ما ودي كنت معاه في القهوه. تبين بانهم اما هذا تيخبي شي حاجه واما هذا تيخبي شي حاجه. بحثوا عمقوا معاهم البحث نقطه بنقطه باش غادي يخرج البحث والتحقيق مع هاد الناس بالادله الماديه الملموسه، باش خرج بالاعتراف. هاد الولد هذا المساعد ديال الحداد كيف قلنا في العمر ديالو شي 25 و 26 سنه، قال لي ما ودي انا غرني الشيطان، انا غادي نقول لكم اللي كاين. انا بالفعل كنت خدام مع المعلم ديالي وخدمت معاه تقريبا واحد 3 ايام او 4 ايام في ديك الفيلا. قال لهم وانا عرفت انا دوك الناس لاباس عليهم ودوك الناس اغنياء وكذا وكذا، وكنشوفهم عندهم طوموبيل وعندهم الزوجه تلبس مزيان، عندها الذهب وعندها هادي وعندها هادي. قال لهم لما سمعت المعلم ديالي قال لي راه غدا ما غاديش نخدموا لان هاد الناس راه ما يكونش هنا، قال لهم انا هذيك الليله ما نعستش بقيت كنفكر. قال لهم والغد اللي اقترحت على الصديق ديالي معاش تلاقيتو؟ قال لي تلاقينا مع شي تقريبا ديك الربعه، ما مشيتوش القهوه؟ قال لي لا ما مشيناش للقهوه. ايوا واش درتو؟ قال لي غادي نمشيو تما للدار، راه كذا كذا كاين غادي نسرقوا فلوس غنلقاو شي حاجه ولا بد مشينا تمايا. ايوا واش درتو؟ قال لك اودي بالفعل مشينا. صاحبو تا هو قال لي مودي فعل، قال لي هاد الهضره هادي ومشيت معاه. هما لما وصلوا للفيلا لقاو بان الزوج والعائله ديالو سيرين كيركبوا في الطوموبيل غاديين يمشيو. هذاك الولد كيسحب ليه بان الزوجه ديال مول الدار راه كاينه حتى هي في الطوموبيل، حتى هي ركبت. كيسحب ليه بان كلشي مشى مع كيف قلنا كانوا جوج ديال البنات اللي هما خواتات الزوج. قال راه واقيلا وحده من تما راه الزوجه ديال مول الفيلا، اذا راه ما كاين حتى شي حد في الفيلا، هما دخلوا مرتاحين للفيلا. ولكن الزوجه كانت في الفيلا داخل. الزوج لما خرج سد البيبان وزاد ديمار الطوموبيل ومشى. هما ما عندهمش السوارت، اش داروا؟ قالوا غادي نقزوا السور ونهرسوا شي نافذه من النوافذ، لان كيف قلنا كانوا شي نوافذ اللي دار لي مسياج وشي نوافذ اللي باقي ما دارش لي مسياج، لان الزوج كان قال لي ما ودي خليو غدا بلا ما تجيو، كانت باقا الخدمه تما. قال لي غنكسروا. بالفعل دخلوا تمايا نقزوا هذاك السور ودخلوا مشاو ورا الفيلا، بان لهم واحد النافذه تمايا لقاوها مفتوحه، ما احتاجوش انهم يكسروا الزاج، ودخلوا دفعوها وطلعوا طلعوا. ولما دخلوا لاطيراس ديال الدار كيتفاجئوا بان شي حد جاي مهود من الدروج من الفوق. بقاو تيشوفوا تصدموا. الزوجه حتى هي لما جايه شافتهم تصدمات ما فهمت والو. هذاك اللي معاه هاز موس، هبط السيده قتلها، سدد لها الطعنات وزادوا. علاش ما سرقوش؟ لان هذاك صاحبو داك اللي خدام مع الحداد لما شاف الولد قتل هذيك السيده قال لي يلا نخرجوا في حالنا، ما بقاوش هما باغيين السرقه، عرفوا راسهم بانهم تورطوا، عرفوا راسهم بانهم طاحوا فيما لا يحمد عقباه، وطاحوا في داك الشيء اللي ما كانوش باغينه، ما كانوش كيتوقعوه. ما بقاوش بغاو يسرقوا. اش داروا؟ فتحوا الباب وهبطوا، فتحوا الباب الاخر وهبطوا زادوا في حالياتهم. كانت هذه هي تفاصيل واطوار جريمه اليوم، واعترفوا بالتفاصيل، وكانت اعاده تمثيل الجريمه في هذه القضيه. مع الاسف ما عنديش تقرير، ولكن ما عنده باش ينفعني انا هنايا في سرد المسطره، لكن كانت اعاده تمثيل الجريمه في هذه القضيه هذه. تبت بان الناس هادو بالفعل هما اللي نفذوا الجريمه ديالهم. خطه من وحي الشيطان جاي تخدم، وليتي تتخطط باش تسرق. اشنو غادي تسرق؟ ديرو دخلتي تما وما لقيتي لا فلوس لا والو، وها انت ما سرقتي والو، مشيتي تما باش تقتل، باش تمشي للحبس. تقدموا هاد الناس هادو بجوج العداله بشحال يتحكموا ب 30 سنه هما بجوج. هذاك الولد اللي مع الحداد ما قتل ما والو تحكم ب 30 سنه. الولد اللي معاه باقي صغير قاصر، ماشي قاصر عفوا، ولكن تكون في العمر ديالو ديك 20 سنه. كان ظروف التخفيف بالنسبه ليه،
لانه باقي صغير ما عنده السوابق باش من ذوي الجنوح السوابق العدليه، تحكم 30 سنه. اما كون في هذا الوقت هذه كون غبروا لهم الشقف ديالهم. مع الاسف العدل ديالنا في المغرب انا دائما تنقولها في النقاشات ومعرض الحديث ديالي مع بعض الزملاء ولا هذا ولا هذا، تنقول بان العدل ديالنا في البلاد المملكه المغربيه سيف ذو حدين. ما معنى سيف ذو حدين؟ تقدر انا عرفت والله الا واحد الولد تقريبا تكون في العمر ديالو ديك 23 24 سنه في 2017 سرق تليفون لواحد السيده مرة كبيره، بشحال تحكم ب 10 سنوات. كاين اللي خاون بنك وما تحكمش ب 10 سنوات، كاين اللي واخد شيك من البنك وما مخلصوش فيه 50 مليون 60 مليون ماشي بعام ولا عام ونص او عامين، يلا هو دا الملايين وتحكم بعام وعامين. واحد سارق تليفون داك نوكيا بيل، عاقل عليه ديك السيده مرة كبيره عندها داك نوكيا بيل قديم، عرفات شكون هو، قالت لهم ولد فلان هو باغي باش يكمي، مشاو جابوه الجدرميه تقدم نزلوا عليه ب 10 سنوات. كانت صدمه. القانون ديالنا حنا عندنا فعلا قانون، حنا دوله حق ودوله المؤسسات ودستور وكذا وكذا، ولكن الاحكام ما عندهاش قواعد. القضاة ديالنا انا ماشي تنطعن في الاحكام، ولكن انا تنقول الراي ديالي، انا بحالي بحالكم، انا مواطن ومن حقي نبعد غير من السياسه، انا ماشي من حقي نهضر في السياسه، ولكن من حقي ننتقد الاحكام وكذا وكذا، ولكن ننتقدها بيني وبينكم ماشي مع ناس اخرين باش نتجنب المشاكل. الاحكام تتفرق، القاضي ربما تيتصرف حسب هواه، هو وكانته يشوفك ما حملكش يعطيك كذا، انا تيبان لي والله اعلم، لان هاد الناس هادو قالت لي الروح كاين ظروف تشديد، نورمالمون خصها تكون ظروف تشديد لانهم السرقه وداخلين تما، وقالت لي السيده وسبق الاصرار، لان كاين سبق الاصرار. غتقول لي لا هما راه جايين ما معاونينش قتلوه، ها هو داك الموس اللي جايب معاه اش كيتعتبر بالنسبه للقانون؟ تعتبر سبق الاصرار، جاي تما باش تقتل، على هو غادي تبقى تقول ليه نتايا لا ما كنتش ناوي نقتل؟ لا سيدي راه الدليل المادي هو اللي تيحكم، جايب معاك موس راه جاي باش تقتل. السلام عليكم. كانت هذه مسطره لحلقه اليوم، نتمنى ان الرساله تكون وصلت. ما غاديش نبقى نقول واشنو كنستافدوا، ولكن كل واحد فينا ياخذ المغزى وياخذ الرساله المطويه في هذه القضيه هذه. هذه الجريمه كيف قلنا وقعت في سنه 2003، الحمد لله في سنه 2023 هذه 20 سنه اللي مرات الحمد لله تطورات الوقت. الكاميرات لما خرجوا كانوا دايرين 5000 6000 درهم، دابا الحمد لله راه ولاتها 700 800 درهم تاخذ كاميرا تفيكسيها او تكونيكسيونيها مع التليفون ديالك، واخا تكون انت في العمل ديالك تراقب الدار ديالك.